ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله فيديو جديد. هنعمل ايه؟ ذبحت بطتين اهم، هننضفهم سوا وهنعمل بردك بط النهارده ونشوف هنعمل ايه مع بعض. انا بس ما رضيتش اذبحهم قدامكم، ذبحته وقلت ايه هنضفهم بقى مع حبايبي. بصوا الريش البط كله ريش ازاي يا حبايب قلبي. البطتين دول اللي انتوا كنت وريتهم لكم فوق، بصراحه انا كنت قايله لكم في الفيديو اللي فات ان هو عمال يموت، مش عارفه بيموت ليه. بعد ما كبر كده بيموت، جبت له علاج بردك وبردك بيموت، مش عارفه ليه. قلت بقى ايه نذبحه ناكله احسن، هو صغير بس اما ناكله احسن ما نرميه خساره. يعني البط كان على ما اتربى، واللي بيربي عارف الحاجه بتاكل ازاي وبتعمل ازاي. انا قلت بقى اذبحهم وانضفهم واعملهم احشيهم معاكم واعملهم بسم الله ما شاء الله. النوبه اللي فاتت اما كنت عاملاه وكنت حشياه بجد عجب ولادي وعجب جوزي قوي. هرجع لكم تاني حاجه. بصوا يا حبايب قلبي، انا نضفت فيه على قد ما اقدر عشان هو الريش الرفيع ده اصلا مش عايز يطلع، وانا للاسف ماليش ضوافر مش عارفه انضفه. نقيت بقى على قد ما اقدر بالسكينه وفتحت بقى هطلع المصارين والحاجات بتاعتها. انا مش عارفه بيموتوا من ايه، يعني العيانين ولا في جسمهم حاجه بس هوريكم كده والحاجه بتاعتهم. يعني بسم الله ما شاء الله كبدتهم وحاجتهم حلوه، مش عارفه بيموتوا من ايه. بصوا يا حبايبي الكبده، بصوا يعني الكبده مفيهاش حاجه. بس هقطع عشان اوريها لكم اهي، وادي القناصه الكبده والقناصه عاملين ازاي، يعني ما فيهمش اي حاجه. مش عارفه بيموتوا مني من ايه. بصوا يا حبايبي هفتحهم وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايب قلبي انا غسلتهم ونضفتهم اهو وفتحتهم. هحط بقى الليمون انا مشرخاه قد 5-6 ليمونات كده، وشويه خل وملح، وهسيبهم بقى يهدوا مع نفسهم على ما اشوف هعمل ايه تاني. هسيبهم براحتهم، هعمل منهم 2 وعين واحده. انا هسيبهم كده براحتهم بقى يشربوا من الميه الملح والليمون والريشه برضك اللي انا شايفاها كده وعارفه هجيبها واسيبهم كده يا حبايبي لحد ما اشوف هعمل ايه. بصوا حبايب قلبي دوت بقى هشوي البط اهو. دي كده دول قوانص قطعتها اهي. ودي كده دول قوانص بردك، بس ديت هنعمل بيها حاجه تانيه اهي. دي على عين ودي على عين اهي. دي هنعمل بيها حاجه ودي هنعمل بيها حاجه.
الرز وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايب قلبي دي جهزت خلاص اهي. ديت اللهم صل على سيدنا محمد، كبد وقوانص ولحمه مفرومه كانت فايضه نهار ما كنت بعمل الحواوشي. دي هعمل بيها ايه؟ هعمل بيها صينيه جلاش بتاع اللهم صل على سيدنا محمد، صينيه رقاق. بديت هعمل صينيه رقاق. والرز انا مولعه عليه بردك ومهديه عليه، نشوفه كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصوا يا حبايبي هو خلاص بردك 5 دقايق وهنزله واحط بقى قاعد البط. هرجع لكم تاني. بصوا يا حبايب قلبي بقى انا غسلتهم ونضفتهم بقى اهم. احشيهم بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا انا حشيتهم معاكم قبل كده اهو. انا مش عايزاها تبقى مسحومه قوي عشان تبقى الرز مستوي وحلو. بصوا يا حبايبي انا هحشيهم زي ما انتوا شايفين كده وهرجع لكم تاني. بصوا يا حبايب قلبي الاعمل لي اهو وانا خلصت عملت البط اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله اهو. واحط من هنا وخيطته من هنا اهو عشان ما يطلعش الرز على ما يستوي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا حبايبي. برضه اعمل جناحتها كده اهي. بصوا خيطتها نفس الحكايه من هنا ومن هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيبهم بقى يستووا براحتهم. دي الزوار اللي انا قطعتها هسيبهم بقى يستووا براحتهم وبعد كده يا حبايب قلبي هوريهم لكم. بصوا يا حبايب قلبي بقى هنعمل الرز. انا هنقلت البط على العين التانية ونعمل بقى الرز هنا. انا عملت الرز ابو شعريه ده كم مره معاكم، هعمله يا حبايبي وهرجع لكم تاني. معلش ان صوتي متغير شويه، انا تعبانه حبه، ان كان صوتي متغير في الفيديو معلش بقى. بصوا اخلص وارجع لكم. بصوا يا حبايب قلبي بقى احنا هنعمل الرقاق دلوقتي بقى. هنعمله الرز ابتدى يتشرب. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هو الرقاق بتاعي دوت اللي فاضل بقى، هو بصراحه متكسر بس انا هوريكم اعمل بيه صينيه دلوقتي جميله جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده بقى اللي فاضل من اللي انتوا كنتوا بتشوفوني بعمل منه. طبعا انا مش هرميه يعني، بس هستفاد منه برضك، هتشوفوا ازاي. انا هعمله زي ما يكون بالظبط سليم.
طبعا يعني مش هرميه، انا عملت السليم كله ودوت فاضل بقى، خساره يعني مرميه. قلت انا هستفاد منه وهعمل بيه بردك صينيه رز. انا هكسرها اهي. بصوا يا حبايبي، اهو انا هعمله كله كده، وطبعا هحط عليه زيت بسمنه كده بينه وبين بعضه. انا هعمله كله كده يا حبايبي وارجع لكم تاني على ما الاذان يخلص. بصوا يا حبايبي، انا بقى عملت اهيت كده 3 رقات. هنزل بقى باللحمه هسويها كلها يا حبايبي كده وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايب قلبي، انا حطيت اللحمه كلها اهي عملتها. هنزل بقى بالطبقات التانية عليها بردك. بردك هكسرها، يعني انا اللي بكسرها عشان اعرف الصينيه تاخدها مظبوط. لازم ايدك تظبط الحاجه عشان تبقى مظبوطه. هجيب بس شوربه تاني وارجع. بصوا يا حبايب قلبي، صينيه الرقاق بالرقاق المتكسر، بصوا عامله ازاي. ادخلها بقى الفرن وما اطلعها اوريها لكم. بصوا حبايب قلبي، انا طلعت الرقاق اهو من الفرن. بصوا بسم الله ما شاء الله منفوخ عامل ازاي، الله اكبر عليه، جميل جدا. الرز يا حبايب قلبي الاخر انا عملته وطفيت عليه اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا اهو هو استوى والبصل خلاص على وشك ان يستوي برده اهو. بصوا خلاص اصلا هو بسم الله ما شاء الله فتح اهو. بصوا يعني خلاص ان هو قرب يستوي. وهو ده كان اكلنا النهارده يا حبايبي. هو ده انا هطلعه بقى اقليه، هحطه في الفرن. وعملت سلطه ورز ورقاق والبط. اخلص يا حبايب قلبي واوريكم بقى الاكل. بصوا يا حبايب قلبي، انا عملت قطعت صينيه الرقاق اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم اهي. هي حلوه قوي لسه سخنه اهيت. هي بصراحه سخنه خالص، بس انا عايزه اوريها لحبايبي. بصوا مورقه ازاي وعامله ازاي. بصوا سخن نار. وهو انتوا عارفين ان الرقاق ما بيتقطعش وهو سخن، ما بيتغرفش وهو سخن. بصوا سخن قوي. بصوا حبايب قلبي، انا خلصت اهو الرقاق عملت اهو. بصوا ده الرقاق المكسر اللي انا وريته لكم. بصوا عامل ازاي، بس عشان لسه سخن. بصوا كل فرخ لوحده. بصوا عشان هو سخن اصلا مش عارفه افتحه لكم، سخن عليا. وادي البط عملته وقليته انا حاشياه. بس نشيل الفتله بس عشان نسيت اشيلها اهي.
الاكل سخن نار لسه. كده يا حبايب قلبي هو دوت اكلنا النهارده، غدانا النهارده. تعالوا اتفضلوا اتغدوا معانا. ما تنسوش يا حبايب قلبي اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. عملت رز، عملت سلطه، وعملت رقاق، وعملت البط. اما نعمله كده وناكله بدل ما بنرميه خساره. هو صغير بس حلو، يعني حلو ماسك نفسه وبيبقى طري ومسكر. قولوا لي ايه رايكم يا حبايب قلبي. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وشجعوني عشان اعمل لكم فيديوهات كتير حلوه. وبشكر كل حبايبي على الكلام الجميل اللي بيكتبوا لي في الكومنتات. ويا حبايب قلبي كل اللي دخل عندي جديد انا بشكرك على الكلام الحلو اللي انتوا بتكتبوه، وبشكركم. وحبايب قلبي اللي بيخش يكتب كومنت وما بيحطش اللايك، الكومنتات طوالي الاقيها اكتر من اللايكات. اللي يخش يا حبايب قلبي يتفرج على الفيديو ويكتب كومنت يحط اللايك، مش هيخسر حاجه اما يحط اللايك. وشجعوني كده عشان اعمل لكم فيديوهات كتير حلوه. وقولوا لي ايه رايكم في البط كده، اعمله كده ولا اسيبه يموت كده، يعني اسيبه يموت ولا اعمله صغير صغير وناكله؟ قولولي واكتبوا لي في الكومنتات، قولولي بيموت من ايه اصلا. يعني الجو ما عادش حر قوي وانا مش عارفه بيموت من ايه. واشوفكم ان شاء الله يا حبايب قلبي في فيديو جديد، ومع السلامه.